ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا تاني للزمالك بعد بطولة افريقيا وبعد توقف الدوري الكبير واللي حصل في الفترة اللي فاتت كلها من مأساة في داخل نادي الزمالك. اضطرينا فيها ان احنا نبيع لعيبة زي ناصر ماهر عشان نبتدي ان احنا نوقف الفريق تاني او على رجله، او نحاول ان احنا نوقفه على رجله. وما زال العرض مستمر ان احنا ما قدامناش غير ان احنا نبيع برضو لعيبة تانية، ايا كان اللعيب هو اسمه ايه او مين او دوره ايه في الملعب. طالما جايله عرض كويس هنبتدي نبيع، وهنكرر مأساة نادي الاسماعيلي للأسف في الفترة اللي جاية. ولو ما قدرناش ان احنا نرجع نادي الزمالك تاني بشركة الكورة المفروض اللي هي اتأسست وهيعلن عنها خلاص خلال الأيام دي، يبقى قول يا رحمن يا رحيم على نادي الزمالك. وهيبتدي النادي خلال 10 سنين أو 15 سنة بالكتير أوي من دلوقتي مش هيبقى ليه وجود، وهيبتدي يتذيل أو يبقى من الناس اللي ممكن تهبط كمان في الدوري للدوري الدرجة التانية. وبقول الكلام ده عشان نبتدي نسبق الأحداث ونبتدي الناس فعلا تخاف على نادي الزمالك اللي احنا بنحبه، عشان نبتدي نعمل الصح، سواء شركة كورة سواء الأرض البديلة اللي هتيجي لنادي الزمالك. ونستغل الموقف صح ونبتدي ندير الأمور بشكل صحيح بدون يعني بعيد عن الصراعات اللي دايما بتتم داخل نادي الزمالك. أتمنى الفترة اللي جاية يكون فيها توفيق لنادي الزمالك على مستوى النتائج، زي ما كان النهاردة في توفيق كبير إن الزمالك يطلع بتعادل قدام المصري في ماتش يعني سيء جدا جدا جدا، سواء من الناحية التكتيكية أو من الناحية الفنية أو توظيف للعيبة، او ان انت حاطط لعيبه بره ممكن يقدروا يخلوا شكل الملعب افضل، او الاصابات اللي كانت موجوده او حاجات كتيره جدا بيفتقد ليها المدرب بتاعنا الجديد معتمد جمال الجديد القديم يعني. بس هو للاسف احنا ما قدمناش دلوقتي غير ان احنا نعتمد على المدرب المصري عشان الفلوس طبعا قليله، واي مدرب تاني هتجيبه بسعر قليل هنعاني نفس المعاناة بتاعتنا في بداية الموسم مع فريرا ده، ولا ايا كان اسمه الله يسامحه، اللي بوظ الفرقة في بداية الموسم. وكان المشروع بادئ كويس، لو كان المدرب معانا كويس كان الفرقة راحت لمستوى تاني خالص وبعدنا خالص، وكان زماننا في المقدمة كان بتاعت الدوري. طبعا النهارده كابتن معتمد جمال لعب بخطة 4-2-3-1. أول حاجة طبعا محمود الونش وحسام عبد المجيد لعبوا الاتنين سرد باكات، وقدامهم محمد إسماعيل. أنا شايف إن محمد إسماعيل هو كان لازم النهارده طبعا، بحكم إن إحنا عندنا دونجا غايب، عبد الله سعيد غايب، ومحمود جهاد غايب، وأحمد ربيع غايب. فطبيعي ان هو كان يلعبه في مركز رقم 6، مع ان انا كنت شايف ان المفروض يعني ده افضل تقريبا مدافع عندنا هو حسام عبد المجيد، وبعدين الونش المفروض يبقى يلعب في مكانه افضل. وكان محمد شحاتة هو اللي لعب في مركز 6، وكان جنب عدي الدباغ يبقى احمد حمدي. طبعا احنا اعتمدنا على ان احنا الشكل بتاعنا هيبقى فيه قوة اكتر في نص الملعب، ان كان محمد اسماعيل او محمد شحاتة وجنبهم ادم كايد. آه، الشكل ده واقعيا بيقول لك ان انت هتخلي فيه ورك ريت عالي، وان انت تقعد تجري، وان انت تحاول تقفل قدام السيرد باكات عشان عمق الملعب ما يفتحش منك او ما يبقاش عليه هجوم بشكل كبير. بس كان في غلط كبير جدا في ان انت توقف اللعيبه بتاعتك وتوقفهم صح. وكمان كنت بتلاعب الناس في يعني اماكن تخلي عليك ضغط دايما في الملعب. يعني احنا لما شفنا الجبهه الشمال بتاعتنا، تخيل ان الجبهه الشمال بتاعتنا فيها ايشو، فيها ادم كايد، فيها شيكو بنزا. مفهومش لعيب واحد تقيل يقدر ان انت تعتمد عليه، ولا تقدر ان انت تقول ان هو لاعب شرس هيقدر يساعد لك الكوره. تحس ان هي جابها بالبلدي كده بتاعنا، جابها نية ما فيهاش ذكر. هم لعيبه رجاله وكل حاجه بيقدروا يعملوا اللي هم اللي على قد امكانياتهم، بس ما فيهاش ذكر. ما فيهاش واحد هجام كده، وواحد يقف لك على الكوره، وواحد يدي لك باصه ويطلعك. كل واحد فيهم بيلعب في وادي. واحد حريف بيلعب باك شمال عشان احنا مزنوقين وهو اصلا وينج،
والتاني شيكوبانزا عايز دايما يرمي الكوره ويقعد يعملها سباقات جري. وواحد زي ادم كايد هو المفروض اصلا مركزه 8، بس تحس ان هو لاعب مش متمرمط، ما بيحبش يمرمط نفسه من الاخر، ما بيهنش نفسه في الملعب، عايز يلعب بالشوكه والسكينه. فتحس ان انت جبهتك الشمال دي كلها كانت اكنها جبهه يعني اللعيبه بتلعب في دوري مدارس، مش هيعملوا حاجه مهما حصل، مهما حصل. والجبهه التانيه بتلعب فيها محمد ابراهيم ناشئ، عشان ما تقدرش ان انت يعني تلاعب فيها حد تاني، لان عمر جابر مصاب. وبرضه اوتشينج دوت ما اعرفش ليه ما لعبش ماتش زي دوت، مع انه على الاقل خالص دولي. يعني كان هيبقى افضل وهيبقى الشكل افضل. طبعا لاعب ناشئ زي محمد ابراهيم ما عندناش مشكله ان هو يلعب وكده، بس مش في ماتش زي ماتش في الكونفدراليه وماتش صعب. كان ممكن مثلا الكوره بتاعت صلاح محسن اللي جت جون، كانت هتيجي جون من ناحيته وربنا سترها، يعني الولد كان هيشيل الليله ان هو ما عملش التغطيه العكسيه كويس. قدامه كان بيلعب محمد شحاته دايما، برضو الجمله اللي كانت محفوظه من ايام البلجيكي اللي كان معانا، اللي هو بزيرة بيخش في نص الملعب ومحمد شحاته يطير وراه كأنه هو الوينج. خلاص يعني اتحفظت وبقت شكلها وحش وبقى ما تجديش همها. سيف الجزيري معذور، ما كانش بيوصل له حاجه. فتحس ان اللعيبه او الفرقه كافراد ممكن تحس ان اساميهم كويسه، انما هي مش فرقه متكامله، مش متجانسه، مش سانده نفسها جوه الملعب. انا كنت شايف ان المفروض التشكيل يكون برضو تشينج، محمد اسماعيل عشان يبدا لك كوره صح من ورا ويبقى تقيل على الكوره، وجنبه حسام عبد المجيد. وكان ممكن يلعب ايش وماشي مفيش مشكله. من نص الملعب كان يلعب محمد شحاته هو رقم 6، واحمد حمدي هو اللي يبقى ناحيه الشمال، مش ادم كايد هو اللي يبقى ناحيه الشمال، احمد حمدي هو اللي يبقى ناحيه الشمال، ومحمد السيد يبقى ناحيه اليمين. ادم كايد ما كانش المفروض يلعب الماتش زي ده، لان الماتش عايز ورك ريت عالي. وبعدين انت عبد الله السعيد عندك مصاب، واحنا عارفين كلنا ان عبد الله السعيد هو البديل بتاعه الرسمي فهمي العظمي كده من غير ما تفكر هو احمد حمدي. ازاي عبد الله السعيد يبقى غايب واحمد حمدي انت معاه على الدكه، لواحد زي ادم كايد وواحد زي محمد اسماعيل اصلا مركزه مساك؟ مش منطقي. وبعد كمان ما انت بعت ناصر ماهر، فكان الطبيعي ان يكون النص الملعب بتاعك فيهم ناس تكون معلمه شويه، بيعرفوا يقفوا على الكوره زي محمد السيد واحمد حمدي، ويقدروا ان هم يقفوا على الكوره ويطلعوا لك هجمه بشكل صحيح، واحد يعمل لك سلو، واحد يكمل، وهكذا. واحد بيقدر يلعب 8 ويقدر يلعب 10 في نفس الوقت ويقدر يكمل في الهجوم. الاتنين عندهم الملكه دي. انما كده انت لما لعبت محمد شحاته وادم كايد، اللعيبه محمد شحاته طبعه دايما دفاعي اكتر، وادم كايد لعيب ني، ما بيكمل في الكوره كده على استحياء، مش هو الهجام اللي هيروح في المنطقه ويروح ورا المهاجم ويكمل ويلعب الكوره براسه ولا يشوط مفيش الكلام ده. هو يا اما الكوره في الارض وبلعب على الارض وبواصي والناس بتقرب لي، يا اما انا مش هتلاقيني في الماتش. واحد زي شيكو بانزا ده المفروض ان انت في يوم زي كده ما تفتحش من جهه عندك قوي بشيكو بانزا وبيزيرا. المفروض تدخلهم هما الاثنين، يبقوا متسنترين ما بين الباك سنتر باك والباك رايت، وواحد ما بين السنتر باك والباك ليفت. انت لو فتحت الملعب بالكامل بتخلي كل واحد في وادي، على ما بيبتدي ويرقص ومبيبقاش قدامه غير الحل الفردي. والحل الفردي عند الاثنين دايما بيتضغط عليهم وبيتقطع. واحد زي بيزيرا دايما بيتضرب، واحد زي شيكوبانزا دايما بيتعافى على نفسه بياخد قرارات يخلي شكله وحش جوه الملعب، مع انه ممكن يبقى عنده كرة افضل من كده بكتير. الخلاصة ان الفرقة تحس ان ما فيهاش عقل مدبر داخل الملعب او بره الملعب، مفيش حد هيقدر ان هو يحل لك مواقف. نص الملعب عندك المفروض اللي هو فيه شغل الفرق كلها بتبقى فيه، انت منزل فيه ناس دفاعية وخايف من المصري. مع احترامي للمصري وكل حاجة، بس يعني ما عملوش حاجة برضو في الماتش وهم كاملين، يعني مهما حصل هم كاملين وعنك ومستقرين مع مدرب وكده. فالخوف زيادة عن اللزوم، مش عارف هو خوف زيادة عن اللزوم ولا هي دي إمكانيات المدرب اللي عندنا. في الغالب هي إمكانيات المدرب اللي عندنا، لأن أنا حاسس إن اللعيبة دي لو اتحطت بشكل صحيح داخل الملعب وترسم لها خطوط عريضة هتقدر تنفذ وهيبقى شكلها أفضل بكتير، والناس هتقرب من بعض وهتلعب كواحدة واحدة. إنما حاطط كل الناس كل الفرقة في وادي، وأكن الفرقة مقسومة 3 تلات،
تلت ورا وتلت في النص وتلت قدام، ولا ده بيرجع لده ولا ده بيقدم لده ولا ده بيساعد ده ولا ده بيساعد ده. الشكل بيطلع في الاخر زي ما انت شفته كده، وكنا ممكن نخسر بسهولة جدا النهاردة، بسهولة جدا. فأتمنى الفترة اللي جاية يكون التوفيق محالفنا زي ما حالفنا النهاردة في إن إحنا ناخد تعادل من المصري بالتشكيل الجميل اللي حصل ده. للأسف بقول جميل ده تريقة طبعا، بس إن شاء الله اللي جاي يبقى أفضل بإذن الله، ونحاول إن إحنا نقف على رجلينا ونعدي الموسم ده بأقل الخسائر لغاية ما شركة الكرة تيجي وتبتدي تعمل شغلها، ويبتدي فعلا الزمالك يرجع يقف على رجليه. أتمنى إن شاء الله يكون اللي جاي فترة أفضل، والأرض البديلة ترجع لنادي الزمالك، وفنيا اللعيبة ترجع اللي هم المصابين وكده والغير متاحين فنيا يبتدوا يرجعوا ويوقفوا الملعب تاني على رجليه لنادي الزمالك اللي ما يستحقش غير كل خير. شكرا. معكم إيهاب أبو الهنا، السلام عليكم.